السلام عليكم. فتحتي الفيديو؟ ارتاح وخليك معانا تخرج من الفيديو على اطلاع بجميع أخبار المنتخب المغربي جديدة، وباش يوميا تتوصل بأخبار المنتخب وحنا نشوفوا نتيجة لمجهوداتنا في القناة. دير فقط اشتراك اللي تقدر تحيده في أي وقت، ويا الله بينا للأخبار. يمر اللاعب شمس الدين طالبي من مرحلة عصيبة مع فريقه كلوب بروج البلجيكي من بعد ما كان عنصر أساسي في الخط الخلفي وواحد من ركائز التشكيلة. اليوم ولكن يتفرج من دكة البدلاء. اللاعب شارك في آخر 3 مباريات فقط كبديل، وكل مرة كيدخل في الشوط الثاني. وهنا بدأت التساؤلات والشكوك تكثر. واش هذا التراجع في الدور ديالو عنده علاقة بقرار تمثيل المنتخب المغربي؟ هذا التغيير المفاجئ جاء بالرغم من الإشادة الكبيرة اللي تلقاها اللاعب من الإعلام البلجيكي والأوروبي، لنوه بمستواه والقدرات التقنية والهجومية اللي كيتميز بها اللاعب. طالبي اختار تمثيل أسود الأطلس بدل بلجيكا، بالرغم من أن اسمه كان مطروح في قائمة محتملة للشياطين الحمر. لكن مع هذا القرار بدا كيواجه تراجع في الثقة اللي كانت عنده من طرف المدرب. وهنا كاين اللي كيربط هذا الشيء بمحاولة الضغط أو العقاب الغير المباشر على اللاعب الذي اختار تمثيل المغرب. بدا وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي كيوجد مبكرا للمباريات القادمة ضد البنين وتونس. الأسود غادي يخوضوا هاد جوج المباريات هادي نهار 7 ضد تونس و10 ضد البنين من يونيو. لكن هاد المباراتين ما غاديش يكونوا متاحين لجميع الأسماء المعروفة بحال بونو وحكيمي ودياز ورحيمي وأدم أزنو، خصوصا أن بعضهم ممكن يكون ملتزم مع فرقته في بطولة كأس العالم للأندية. الركراكي حسب ما جابت مصادر ما بغاش يضغط على اللاعبين ديالو وفضل يعفيهم من الحضور باش يعطيهم فرصة للراحة، ونفس الوقت يحافظ على العلاقة الطيبة مع الأندية الأوروبية بحال اللي دار قبل مع باريس سان جيرمان ملي خلاو ليه حكيمي يشارك في الأولمبياد. نفس المنهج غادي يطبق حتى على لاعبي الوداد باش يكون عندهم تركيز تام في المونديال للأندية. وهنا جات فكرة تعويضهم بلاعبين جدد باش يجربهم ويشوف شكون يستحق يكون ضمن اللائحة النهائية لكأس إفريقيا 2025. يعني المعسكر المقبل غيكون فرصة لبعض الوجوه الجديدة باش تبان وتدخل المنافسة على الرسمية في ظل غيابات للأسماء الكبيرة. الركراكي باين غادي يستغل هذه الفرصة كذلك باش يوسع قاعدة الاختيارات ديالو ويجهز بدائل قوية لأي طارئ قبل التحديات القارية المقبلة. ما حدث هذا الشهر في المغرب كان استثنائي بكل المقاييس، بحيث أن بطولة كأس إفريقيا الأقل من 17 سنة ما كانتش مجرد منافسة رياضية، بل تحولات لسوق مفتوح لاكتشاف المواهب. وهذه أول مرة كتكون بحال هكذا في القارة الإفريقية. الكاف أعلن على أن أزيد من 200 منقب على المواهب تابعوا البطولة اللي دارت بين 30 مارس و 19 أبريل في المغرب، رقم قياسي عمرنا شفناه في البطولات الفئات السنية ديال إفريقيا. المنقبين جاو من أقوى الأندية الأوروبية: إنجليز، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وهولندا وحتى المغرب، وكانوا حاضرين في المدرجات ديال كبار الشخصيات مركزين ودفاترهم في يديهم. وهذا الاهتمام الكبير جاء بسبب تطور الكرة المغربية والإفريقية. أما في الميدان ديال المواهب فالموهبة المغربية تألقات وبانت بقوة، بحيث أن 5 لاعبين اختاروا في التشكيلة المثالية للبطولة، من بينهم الحارس شعيب بلعروش اللي توج بجائزة أفضل حارس، ودريس أيت الشيخ اللي بانت بلاصتو الدفاعية، ومنصف الزكري اللي كان ممتاز في المهام الهجومية، وإلياس بالمختار اللي شكل خطر حقيقي على دفاع كل فريق واجهه. لكن نجم النجوم كان عبد الله وزان لاعب اياكس امستردام اللي وصفوه بالسيد في وسط الملعب: تحكم في نسق المقابلة وخلق الفارق بتقنياته وقراراته الذكية. وفي النهاية المنتخب المغربي توج ببطولة إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مالي بركلات الترجيح. وهذا الإنجاز زاد من بريق الكرة المغربية اللي ولات وجهة عالمية لاكتشاف المستقبل. عبر أنور أيت الحاج نجم فريق سانجيلواز البلجيكي عن سعادته بتمثيل المنتخب المغربي. اللاعب اللي عنده 22 عام قال أنه كيعتبر انضمام الأسود محطة فارقة في مسيرته الرياضية،
أكد أنه فخور جدا بأصوله المغربية، وأتمنى أنه يحقق مع المنتخب المغربي حلم الجماهير المغربية وتتوج بلقب كأس إفريقيا المقبل، خاصة وأن هذا اللقب غاب عن المغرب منذ 1976. في تصريحات ليه قال أيت الحاج بعد اتخاذ قرار تغيير جنسيته الرياضية من البلجيكية للمغربية أنه فخور بكونه مغربي، وأضاف: إن شاء الله نتوج بكأس إفريقيا. وبالرغم من السنوات التي قضاها في الفئات السنية للمنتخب البلجيكي، إلا أن نداء الانتماء للمغرب كان أقوى، ما جعله يختار في النهاية تمثيل بلده الأصلي. خلال هذا الموسم قدم أيت الحاج أداء مميز مع ناديه سانغيلواز البلجيكي، بحيث أنه لعب 34 مباراة، سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. هذا الأداء يعكس جاهزيته الفنية للانضمام للمنتخب المغربي الذي يستعد لتحديات كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك نهائيات كأس أفريقيا وكأس العالم كذلك اللي سيقام بالولايات الأمريكية. عقد أيت الحاج مع سانغيلواز البلجيكي يمتد حتى صيف 2028، مما يعكس أهمية اللاعب بالنسبة للنادي وثقة الجهاز الفني في إمكانياته. وبالرغم من صغر سنه، أظهر اللاعب نضجا كبيرا داخل الملعب بفضل رؤيته المميزة وتمركزه الجيد، وهو ما يعزز إمكانية أن يكون إضافة نوعية للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة. شكرا لكل من وصل لهذه الدقيقة. عارف أن قليل اللي كيوصل هنا. إلا كنتي من الأساطير ووصلتي حتى لهنا، كتب تعليق وزيد عليه هيكس، ندير ليك قلب ونقدر ندوزو في الفيديوهات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد.